السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. في بداية الفيديو طبعا نصلي على من أنار كون توحيدا وإيمانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة أقولك يا ست الكل، لو مش هتستفادي من الفيديو بتاعي، من محتوى الفيديو، فأكيد انت هتستفادي من الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا دي بتكون أحسن وأجمل استفادة ليا وليكي من الفيديو. وانا بتمنى من كل حبايبي اللي بيتابعوني انهم يدعوا لابويا والاموات المسلمين جميعا بالرحمه والمغفره. اللهم ارحمه واغفر له واجعله من اهل الجنه يا رب العالمين. تعالوا نقول مكونات الوصفه بتاعتنا. فهي بطاطس، وطبعا البطاطس لا غنى عنها في كل بيت. هو اي نعم البطاطس غاليه اليومين دول، بس هنعمل ايه بقى؟ لا غنى عنها في كل بيت. لازم كل أكلة، كل بيت فيه أطفال، طبيعي كل أكلة لازم يكون فيه طبق بطاطس على الأكل. فتعالى نعملها بطريقة مختلفة شوية، طريقة جميلة تشبه يعني شبه ما الكاراتيه. هنجيب حبتين من البطاطس كده ونقطعهم مكعبات، هنسلقهم جامد قوي وبعدين هنهرسهم. بعدين هنضيف عليهم البهارات، اللي هو نص معلقة من الكمون وكزبرة مشكلة كده، نص معلقة كمون وكزبرة وشطة، ونص معلقة صغيرة ملح، تمام. ومعلقة، نص معلقة كده من البهارات البطاطس، ونص بابريكا، بس كده. وهضيف عليها 3 معالق كبار من النشا، وافضل اعجن فيهم كده. وهحتاج ازود نشا طول ما حاسة ان الملمس بتاع المكونات اللي معايا لسه طري، هفضل اضيف نشا. تمام. انا حبايتين البطاطس دولت حجمهم كان متوسط كده، يعني مش كبار قوي مش صغيرين قوي. احتجت لهم حوالي كام، حوالي 5 معالق كبار كده من النشا. هفضل بقى كده الم فيهم لحد ما تبقى معايا عجينة متماسكة كده زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. تمام كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان دي بطاطس، بس بطاطس ونشا، ما عملتش، ما حطيتش اضافه بقى جبنه موتزاريلا ولا جبنه رومي ولا اي انواع جبن. هي بطاطس بس، والنشا طبعا هيعطيها قرمشه وهيشان كده من جوه. بجد الطريقه دي تحفه جدا في البطاطس، وسهله ومش متعبه وما بتاخدش وقت يعني. وهتعمليها وتقطعيها كده بقى بالطريقه اللي انت تحبيها. انا عملت لها كده، عملتها كده على شكل رول كده، برولها كده بالطريقة دي. وبفضل ان انا ايه اقطعها كده مكعبات صغيرة بحجم الايه الكراتيهاية الصغننة دي. عارفين انتوا الكرات الصغير ده؟ ببدأ ان انا بقى ايه بعص كده ايدي بالزيت، وانا برول القطعة اللي معايا دي. وبعوز كده السكينة بالزيت عشان تقطع معايا بسهولة، ما تلزقش. تمام كده. بعملها بقى بالطريقة دي. ممكن انتي بقى لو حابة تعمليها بأي طريقة تانية اعمليها، حابة تعمليها صوابع، حابة تعمليها مدورة. لكن الطريقة دي عجبت الولاد قوي، يعني حجم القطعة يعني عجبت الولاد جدا. و... وعملت معايا كمية كبيرة. عملت لهم منها كلوها، وفرست شوية دولت. يعني انت ممكن تعملي جزء كبير تأكلي أولادك منها في الوقت الحالي، وجزء تحتفظي بيه في الفريزر يكون جاهز عندك على أي وجبة أكل، غدا عشاء فطار. تطلعي كده شوية وتقليهم في زيت سخن، وبس كده. هو الموضوع بسيط وسهل خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش طبعا في اللايك والشير، لو امكن يعني تشاركوا الفيديو مع اصحابكم، عشان بجد بقى نفسي ان انا ايه اتواصل معاكم، ونفسي ارجع القناة تاني زي ما كانت. وانا ان شاء الله عندي امل ان هي ترجع تاني، و... وابقى ايه مستمرة معاكم باذن الله. حمرتها كده، بحمرها كده في الزيت زي ما انتوا شايفين لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. وطبعا ما تنسوش تعملوا اللايك، اهم حاجة اللايك، عشان اللايك هو اللي بيدعم هو اللي بيوصل الفيديو لاصحابكم وغيركم وغيركم يعني. تمام. يعني هو الفيديو اللي يعني اللايك بتاعكم هو اللي بيخلي الفيديو بتاعي في المقترحات عند اي حد تاني يشوف الفيديو. عايزه اقول لكم يعني ان الفيديو بتاعي لو انتشر كده في المقترحات عند الاخرين منكم، فده بيكون بسبب دعمكم ليا وبسبب تشجيعكم ليا. انا طبعا بتكلم على الخمسة ستة اللي بيحبوني وبيشجعوني بس، مش اكتر. انتوا فاهمين. ده طبعا بيكون
سبب منكم انتوا، وان انا لما بنزل فيديوهات باستمرار طبعا ده بيكون برضو بفضل تشجيعكم ليا. فربنا يا رب ما يحرمني منكم، وتفضلوا دايما تشجعوني، اللي هم الخمسة ستة اللي بيتابعوني وبحبهم وبيحبوني. طبعا طلعت بقى البطاطس بعد ما خدت اللون الذهبي الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، حطيته بقى في مصفى، مش هحط على مناديل بقى ولا الكلام ده. حطيت بقى، طلعت كده البطاطس بتاعتي في مصفى، اصفي منها الزيت بالطريقة دي. واول ما الزيت بتاعها احس ان هي نشف، يعني من اتصفى كده منها، باحطها بقى في طبق التقديم بتاعي كده بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين. انا كنت بحاول ان انا اوريكم ان هي من بره مقرمشة، بس للاسف الصوت محذوف. بس بجد جميلة، هتجربوها هتعجبكم وهتعجب اطفالكم جدا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع الف سلامة.